السلام عليكم أحبابي، الله يسعد أوقاتكم إن شاء الله بخير وبركة. اليوم عنا أكلة شبرك شامية على أصولها. تعالوا نشوف المقادير. عندي كوبين طحين، عندي كوب ماء عادية، عندي رشة ملح، وعندي حوالي 3 معالق أو 4 معالق زيت مشان التنعيم. نخلت الطحين وضفت عليه الملح، بنضيف كوب الماء، بنقلب شوي هيك. طبعا بعد ما عجناها بنضيف عليها الزيت عشان التنعيم، وبنقطعها ثلاث قطع، وبغطيها بالنايلون. طبعا برش عليها رشة طحين مشان ما تلزق. بنغطيها وبنريحها تقريبا شي ربع ساعة. هون عندي لحمة ناعمة، عندي هون فلفل أسود 7 بهارات، عندي هون 3 فصوص توم، وعندي نص ربطة كزبرة خضراء، وعندي الملح. هلا بنضيف البهارات مع الملح، نبرش التوم، طبعا الملح حسب الرغبة، وبنضيف عليها بقدونس ناعم مفروم. هلا نفرد العجينة مثل ما انتم شايفين. عندي هذا الآلة. هلا بقطعها هيك، وبضيف عليها اللحمة اللي عملناها. طريقة لم العجينة نفس هاي الطريقة، نعملها هيك ونكبسها من جنبها مشان تعطيني هذا الشكل. نخلص الكمية، بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 200 وفوق من تحت. بندخلها على الفرن لنشوي عفوا العجينة مشان ما تفشفش بقلب اللبن. عندي هون كيلو لبن. هلا بدي احركه قبل، وبدي نضيف النشا على الحليب. عندي ربع كوب حليب، ما تكتروا حليب. بنضيف النشا. طبعا النشا للكيلو لبن حط له 3 معالق كبار. بنضيف عليه ملح. طبعا لازم نحرك اللبن قبل ما نحطه على النار. عندنا هي الماكينة او على ايدكم تضلوا تحركوا، لازم تضلوا تحركوا اللبن مشان ما يشوط. هلا بعد ما طلعت العجينة من الفرن، بنضيفها على اللبن بعد ما يغلي. هلا عندي انا فصين توم قليهم، ونضيف عليهم كزبرة خضراء مغسولة نضيفها. بنقلي الكزبرة منيح. طبعا ما بدنا اياها تسود الكزبرة، لازم تضل خضراء. وبنضيفها على اللبن. وهي النتيجة. الله يسعدكم يا رب. بتمنى الفيديو لو عجبكم لا تنسوني من الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس والإعجاب. أتمنى لكم كل خير وألف صحة وعافية.